اهلا بيك يا صديقي الجميل في قناة ايطاليانو فاتشيلمنتي الحلقة التانية. وفي حلقة النهاردة يا صديقي الجميل هنتكلم مع بعض وهنمشي في رحلة جميلة وممتعة وسهلة في الارقام الايطالية من رقم 0 لحد 1000. واوعدك انك مش هتزهق. كل اللي عليك انك تركز معايا في الفيديو وتسمعه للاخر، ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تدوس على اللايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ مع بعض. في الأول خالص يا صديقي الجميل هنبدأ مع بعض من الأرقام من 0 لحد 20. القاعدة هنا بتقول إيه؟ الأرقام من 0 لحد 20 مفيش قاعدة مهمة، أو مفيش بمعنى أصح قاعدة معينة بتحدد إزاي تعرف ترتب الأرقام من 0 لحد 20. كل اللي عليك إنك تحفظهم زي ما هما كده بالظبط. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بأول رقم هو 0 1 يعني واحد، 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. كل اللي عليك انك تحفظ الارقام دي كويس زي اسمك بالظبط من 1 لحد 20. هم سهلين جدا يا شباب. كل اللي عليك انك تركز وتحفظهم كويس. يلا بقى نكمل على المرحلة الثانية. دلوقتي يا صديقي الجميل هنكمل من الارقام من 21 لحد 99. بكل بساطة في قاعدة مهمة لازم نشرحها ولازم نكون عارفها كويس علشان ما تتشتتش وتحس ان في حاجة غريبة. لما بنيجي نركب ارقام ما بين عشرات وما بين احاد دايما بنحط العشرات في الاول وبعدين الاحاد، ولكن لكل قاعدة زي ما احنا عارفين شواذ. في القاعدة دي في حاجة مهمة قوي لازم تركز فيها. لما بنيجي نربط رقم واحد برقم عشرات او رقم 8 برقم عشرات بنحذف اخر حرف من العشرات. بمعنى عشان ما تتوهش مني، لو انا عايز اقول فينتونا فينتونا زي ما هي ظاهره قدامك على الشاشه كده، انا كاتب فينتونا مش فينتي اونو. ليه؟ عشان فينتي اللي هي العشرين، اونو اللي هي الواحد، لما بنحطهم مع بعض تبقى فينتونو. حذفنا من هنا حرف الاي اللي هو في اول، اللي هو في اخر العشرات. عشان وده ليه؟ عشان يسهل النطق ويكون سهل ولذيذ. ده هيحصل في كل العشرات مع رقم واحد ومع رقم 8. زي مثلا لو عايز اقول فينتوتو ما قلتش فينتي اوتو، انا قلت فينتوتو على طول. حذفت الاي اللي في اخر العشرات اللي هي في اخر الفينتي، او هتكون في اخر ترينتا كورانتا تشينكوانتا زي ما هنعرف قدام مع بعض واحنا ماشيين في السكه بتاعتنا. تمام. دايما في القاعده دي بنقول لما بنيجي نركب عشرات واحاد بنحط العشرات وبعدين الاحاد، ولكن لو هنركب رقم واحد ورقم 8 مع العشرات بنحذف دايما اخر حرف من العشرات. وده ليه؟ هنكرر تاني علشان يسهل النطق ويخلي الكلمه تطلع ببساطه. ويلا بينا نكمل. اول رقم معانا في العشرات هو 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29. رقم 30 معانا هو 30. هنطبق نفس القاعدة. طب انا عايز اقول 31. بقولها ازاي؟ بقول 31 على طول، مش بقول 31، بقول 31 32 33 34 35
36 37 38. ما قلتش هنا 38. لو انت مركز معايا انا قلت 38 39. بعد كده هندخل على رقم 40 اللي هو 40. فانا عايز اقول هنحط دلوقتي رقم 40 مع رقم واحد. هنقولها ازاي؟ مش هنقول 41، مش هنقول 41، هنقول 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49. بعد كده رقم 50 اللي هو 50 51. قولها انت كده، برافو عليك. 51 51 على طول 51. مش بقول 51، لا، احنا متفقين ان القاعده بتقول لما بحط العشرات مع الاحاد ويكون الاحاد رقم 1 او رقم 8 بنحذف اخر حرف اللي هو حرف الاي او الأ من العشرات. فأنا عايز أقول دلوقتي 51 52 53 54 55 56 57 58 59. رقم اللي معانا بعد كده هو 60. 60 هي 60 بالإيطالي. وهنمشي بنفس التكرار. انا بقول لك الكلام مش بعيد وبملى وقت الفيديو على الفاضي، انا بس بكرر معاك، عايزك تركز معايا. انت كده اظن فهمت القاعده. بعد كده لحد ما نوصل ل 99 هنكون مكملين بنفس الطريقه. لو انت مركز معايا اكتب دلوقتي في الكومنتات رقم 61. 61. يلا بينا نبدا. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70. هنكمل بنفس الطريقة. 61 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90. ودي آخر حاجة في العشرات مع الأحاد. في نص الفيديو احنا مقسمين الفيديو لأربع أو 3 أقسام. القسم الأول من 0 لحد 20. القسم الثاني من 21 لحد 99. والقسم الثالث يا صديقي الجميل من 100 لحد 1000. احنا وصلنا مع بعض ل 90. 90 اللي هي 90. عايز اقول 91. ما قلتش 91، قلت 91 92 93 94 95 96 97 98 99. وبكده يا صاحبي نوقف عشان نكمل مع بعض على الجزء الثالث في الفيديو بتاعنا وهو 100. صديقي العسل احنا وصلنا مع بعض للرقم 100. 100 اللي هو رقم 100. هنكمل مع بعض، هنشرح القاعدة في الأول وبعدين نكمل مع بعض لحد الأرقام 999. ركز معايا أنا شايفك ها. يلا نكمل. رقم 100 يا شباب، لو أنا عايز أقول أي رقم فيه ميات أنا بحط الرقم الأول وبعدين بحط 100. بمعنى أنا عايز أقول 100 واحدة، 100 واحدة بقول 100. 100. طب عايز أقول 200 بقولها إزاي؟ بقول 200. 200. عايز اقول 300 بقولها ازاي؟ بقول 300. 400 بقولها ازاي؟ بقول 400. القاعده هنا فين بقى يا شباب؟ عشان بشوف ناس كتير قوي وهي بتتكلم بتغلط فيها. كلمه 100 يا شباب مش بتتجمع، هي بتتقال زي ما هي كده 100. 100.
مش بقول تشنتي. في ناس وهي بتقول ارقام كبيره بتقول لك تشنتي، ده غلط. تشنتو زي ما هي تشنتو مهما كبر الرقم. لحد ما تقول 999 بنقول تشنتو، مفيش تشنتي دي يا شباب خالص. يلا ناخد مع بعض الارقام من اول 100 لحد 999 ونكمل مع بعض الفيديو. لو انا عايز اقول 100 هقولها ازاي؟ تشنتو. انا مش هقول الارقام بالعربي، انا هكمل كله بقى بالايطالي. اوكي يلا بينا. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120. وهنكمل يا شباب مع بعض بنفس الطريقة. بمعنى عايز اقول 300 هقول 300 300 400 400. طب 420 420. طب 425 425. طب عايز اقول 550 550. طب 555 555. 666 666. 777. بقول 677. 888. بقول 888. لو انت وصلت معايا لحد هنا هديك اختبار بسيط. لو عايز اقول 999 سهلة جدا، اكتب في الكومنتات لو انت تعرف. دلوقتي وصلنا مع بعض للرقم 1000. 1000 اللي هي 1000. 1000 يا شباب هي على قد ان رقم يبقى كبير لكن هو سهل جدا. هنكمل مع بعض ازاي. القاعدة هنا بتقول لو انا عايز اقول 1000 بقول 1000، لكن لو عايز اقول 2000 بجمعها فبقولها ميلا. ميلا. لو انا عايز اقول 1000 واحدة مثال هقول 1000 اورو، يعني 1000 يورو. طب لو انا عايز اقول 2000 يورو هقولها ازاي؟ اقول 2000 اورو. 2000 اورو. طب 3000 هقول 3000 euro. طب 4000 هقول 4000 euro. طب عايز اقول 4440 هقول 4440. 4440. لو عايز اقول 5550 هقولها ازاي؟ هقول 5550. مش عايز اكمل في الارقام لحد مليون عشان ما تتشتتش مني. انا وعدتك ان احنا هناخد في الدرس ده من الارقام من 0 لحد 1000. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس على اللايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات السؤال بتاعنا اللي هو لو عايز اقول 999 هقولها ازاي بالايطالي. ودلوقتي يا شباب هعمل معاكم مراجعة بسيطة للأربع قواعد اللي أخدناهم في خلال الدرس علشان لو أنت تهت مني أو في حاجة ما فهمتهاش في نص الدرس تفهمها دلوقتي. ودي مكافأة ليكم يا رجال عشان أنتم مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي. أول حاجة قلناها هي الأرقام من 0 لحد 20، ودول لازم تحفظهم زي ما هم كده عشان هم ملهمش قاعدة معينة بتشكلهم، ولكن أنت تحفظهم زي ما هم كده. ولما بتحفظهم زي ما هم ده بيسهل عليك كل اللي جاي. تاني حاجة قلناها هي الأرقام. لما باجي أجمع أرقام عشرات مع أرقام أحاد بحط العشرات في الأول وبعدين
الآحاد، ولكن القاعدة بتقول إن أنا لما بحط العشرات مع رقم واحد بشيل آخر حرف من العشرات، ولما بحط العشرات مع رقم 8 بشيل دايما آخر حرف من العشرات. ناخد أمثلة. لو أنا عايز أقول 21 بقولها إزاي؟ بقول 21 مش بقول 21. وده اللي يا شباب عشان يسهل النطق. عايز أقول 28 بقولها إزاي؟ بقول 28 مش بقول 28. عايز أقول 31 بقولها إزاي؟ بقول 31 مش بقول 31. وهنا يا شباب لو أنت مركز أنا حذفت حرف الإي من ال20 وحرف الآ من ال30. القاعدة الثالثة بتاعت التشينتو. كلمة تشينتو يا شباب احنا اتفقنا ان هي مش بتجمع، مهما كبر الرقم انا بقول تشينتو تشينتو مش بقول تشينتي. اوكي. اخر حاجة معانا وهي ميل. ميل يعني 1000، لكن لو عايز اقول 2000 او اكتر من 1000 بقول ميلا. ميلا لان ميل بتجمع. ميل 1000 واحدة، لكن ميلا 2000 3000 4000 وهي هنا اتجمعت. شكرا لوقتك الغالي يا صديقي الجميل، وما تنساش انك اللي انت بتعمله ده هو احسن استثمار في حياتك، وهو استثمارك في نفسك. سلام.